دي ذاكرة الكمبيوتر وهنعتبرها مجموعة خانات بنخزن فيها المعلومات بالشكل ده. بس بين البرنامج بتاعنا وبين الذاكرة موجود المعالج أو السي بي يو، واللي عشان نقول له خزن معلومة معينة في الذاكرة بنستخدم الفاريبلز أو المتغيرات. واللي عندنا منها أول نوعين الانتجر لو عاوزين نخزن رقم صحيح زي العمر مثلا، أو سترينج لو عاوزين نخزن كلام زي اسمنا أو أي بيانات. ولو لسه مش عارف احنا بنعمل ايه هنا، فده اقوى كورس جافا مجاني هيخليك نينجا في البرمجه. اشترك في القناه عشان تنضم لينا، ويا ريت تعمل لايك احتياطي عشان كده كده الدرس هيعجبك. بهزر براحتك طبعا، بس اعمل لايك. بعد ما كتبنا اول كود جافا لينا في الدرس اللي فات وطبعنا معلومات احمد على الشاشه، اهلا يا حماده. في الدرس ده هنتعلم ازاي نسجل المعلومات دي في الذاكره ونسترجعها ونعدل فيها. زي ما قلنا في اول الدرس، لو عايزين نخزن رقم صحيح هنستخدم انتجر وبنكتبه انت، ونديله اسم مناسب زي ايج، وبعده بنحط كولوم عشان دي كود ستيتمنت. ولو هنسجل كلام فبنستخدم string، وخلي بالك اول حرف فيها بيكون كبير كابيتال لتر. وبعد كده بنكتب ليها برضو اسم مناسب زي نيم. طيب وايه اللي هيحصل لما البرنامج يشتغل ويجي عند جزء تعريف المتغير ده؟ ببساطة البرنامج بيحجز مكان في الذاكرة يناسب نوع البيانات اللي اخترناه، ويسميه بالاسم اللي احنا كتبناه للمتغير. وبعد كده المكان ده بيبقى جاهز ان احنا نسجل فيه اي قيمة. وعشان نسجل معلومة فيه بنكتب اسمه اللي احنا اخترناه وعلامة ايكوال يساوي، وبعده بنكتب القيمة اللي احنا عاوزينها زي 24 في حالة الانتجر أو أحمد في حالة السترنج. والكلام بنحطه ما بين دبل كوتس، لكن الأرقام من غير دبل كوتس. ودي قاعدة عامة في الجافا، وده اللي احنا عملناه قبل كده في أمر الطباعة system.out.println، ولا نستخدمه هنا عشان نطبع المتغيرات بتاعتنا. بينما بنحط اسم المتغير بين أقواس البرنت لاين. وكمان نقدر ندمج كلام معاها باستخدام علامة البلس بالشكل ده، وبكده احنا طبعنا السن والاسم من المتغيرات. ويلا نجرب الكود على موقع onlinegdb.com، وتأكد انك مختار من ان هو لغة الجافا. هنحط الكود بتاعنا واللي كتبنا فيه كلاس مين وميثود مين زي ما خدنا الدرس اللي فات. وبعد كده حطينا الكود بتاعنا اللي عبارة عن string name وانت age. حطيت في النيم كلمة احمد ما بين دبل كوتس زي ما اتفقنا، وحطينا في الايدج 24 والارقام بتبقى من غير دبل كوتس. وبعد كده هو طبعنا الاسم وطبعنا الايدج. خلي بالك ان اسامي الفاريبلز بتتحط في امر الطباعه بشكل مباشر من غير اي دبل كوتس ومن غير اي حاجه مهما كان نوعها. وبعد كده عايزين نطبع الفاريبل ومعاه كلام. هنا عشان ندمج كلام مع الفاريبل بنحط علامه البلس. هنا علامه البلس مش علامه جمع حسابيه، ولكن بتدمج النصوص مع بعضها، سواء بتدمج نص مع نص او بتدمج نص مع رقم، وهنا الرقم نفسه بيتحول لنص. يلا نجرب البرنامج ونشوف النتيجة. هندوس رن، والنتيجة كانت ان هو طبع اسم احمد ورقم 24، وبرضو سطرين الطباعة اللي فيهم كلام طبعهم name is احمد و age is 24. بس السؤال بقى اللي اكيد جه في بالك وانا لسه ما جاوبتوش، هما ليه اصلا سموه متغير؟ وهي مش محتاجة يعني. اكيد عشان القيمة اللي فيه بتتغير والبرنامج شغال، وده باننا بنديه قيمة جديدة ودي بتمسح القيمة القديمة وتحل محلها. زي إن إحنا نغير السن من 24 نخليه 25، أو نغير الاسم من أحمد نخليه محمود. ولو طبعنا قيم المتغيرات دي تاني هنلاقي القيم الجديدة هي اللي موجودة، والقديمة مش هنعرف نرجعها تاني. هنا أنا زودت في الكود بتاعي سطر بيغير القيمة اللي في المتغير نيم يخليها محمود بدل ما كانت أحمد، وبطبع قيمة الفاريبل. بعد كده هنشوف فعلا هيطبع القيمة الجديدة ولا هيطبع القيمة القديمة. وبرضو المتغير age غيرت القيمة اللي فيه بدل 24 خليتها 25، وبرضو هطبعه سطر طباعة جديد، ونشوف القيمة اللي فيها هتتغير هي كمان ولا لا. هندوس رن، هنلاقي دي السطور القديمة واللي بتطبع على القيم القديمة، وبعدها اتطبعت فعلا القيم الجديدة محمود والطبع age is 25. طيب وليه أصلا أغير قيمتها؟ الحقيقة إن هي دي نقطة قوة المتغيرات، لأني في حالات كتير بحتاج أغير قيمة معينة والبرنامج شغال. هنا عندنا حالات كتير هقولك شوية منها، لكن مش هنقدر نحصرها كلها بشكل كامل. من الحالات دي إن أنا وأنا باكتب برنامج عارف القيمة الجديدة إيه اللي هياخدها المتغير، زي إني بستخدم المتغير ده كعداد مثلا، فبغير الرقم اللي فيه كل شوية واحد اتنين تلاتة وهكذا. أو في حالة تانية إن القيمة الجديدة دي هي نتيجة عملية حسابية، زي إني مثلا أحسب متوسط درجات الطالب أو أحسب مجموعه. أو حالة تانية إن البرنامج بيستقبل القيمة دي من بره وعاوز أسجلها، زي إني أخلي مستخدم البرنامج يدخل سنه مثلا فسجله في متغير. يلا بينا نكتب برنامج بسيط بيستخدم المتغيرات وبيطلب من المستخدم انه يدخل سنه ونطبع السن ده. واول حاجه هنعرف متغير جديد اسمه ايج زي ما اتعودنا، وبعد كده نستخدم كوماند سكانر، واللي وظيفته انه بيستقبل المعلومات اللي بيكتبها المستخدم على الكيبورد، واللي تقدر تعتبره عكس سيستم دوت برنت لاين واللي كان بيخرج المعلومات وبيكتبها على الشاشه. وسكانر هو كلاس وبيحتاج نزود له كوماند امبورت بالشكل ده قبل ما نستخدمه، وهنفهم كل ده اكتر قدام لما ناخد الكلاسز، بس اكتبه كده دلوقتي. وفي الخطوه دي احنا كده جهزنا سكانر جديد،
وبعد كده هنستخدم command system.out.println عشان نطلب من المستخدم يدخل سنه. وهنا بقى اهم جزء، وهو اننا رجعنا للسكانر اللي احنا جهزناه في الاول، وبننده فيه ميثود اسمها next int، ومعناها انه يستقبل معلومه نوعها int من المستخدم، والمعلومه دي عشان نقدر نحتفظ بيها ونطبعها بعد كده سجلناها في المتغير بتاعنا age. واخر خطوه ان احنا بنطبع السن اللي دخله المستخدم، وبعد كده بنقفل السكانر بتاعنا ننده فيه ميثود close. يلا ندوس رن ونشوف ايه اللي هيحصل. هنا هو طبع لنا اول جمله enter your age اللي احنا كتبناها. لما البرنامج بيوصل عند كوماند سكانر بيستنى المستخدم يدخل القيمه اللي احنا عايزينها. هنكتب له مثلا 24 وندوس انتر. هنا البرنامج كمل ووصل الجمله الثانيه your age is، وزود عليها القيمه اللي احنا دخلناها 24 لان احنا في الكوماند زودناها على الجمله. اشترك في القناه عشان الدرس الجاي هناخد بقى انواع المتغيرات، وما تنساش تشوف الدروس اللي فاتت من الايقونات اللي على الشاشه.